السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم جبت لكم وصفة تاعي جاية سهلة وبنينة بالبزاف. اول حاجة عندنا 4 مغارف ونص تاع فرينة، مغرف ونص تاع الكاكاو، وعندنا وكاس ونص تاع المايزينا، وعندي هذه القاليطة اللي راح نخدم بها. وغادي ندير تاني الفلون كراميل، بصح كنصيحة اخدمو بالفلون تاع الشوكولا تجي بنينة كتر وكتر وكتر. انا درت 7 مغارف تاع السكر. اللي تبغي السكر ماشي حلو بزاف تقدر دير 5 مغارف 6 مغارف. اللي تبغيها بزاف سكري دير 7 مغارف ونص يعني. كمية السكر دائما تعود على الانسان، كاين اللي يبغي حاجة حلوة بزاف، كاين اللي لا. بالنسبة للحليب انا درت يوترو ونص. مين درت المول شويه كبير، نتوما اذا درتو مول كاري ولا ديروا يوترو تجيكم بيرفكت، يعني توكل حتى 8 اشخاص 7 8 اشخاص وتجيكم بنينه بالبزاف. كما هنا راكم تشوفوا حطيت 3 مغارف تاع الفلون. نتوما تقدروا ديروا فلون شوكولا، قلت لكم تجيكم احسن وبنينه اكتر. انا راني نخلط فيها وغادي نديرها فوق النار مع الاستمرار في التحريك، يعني ما نحبسوش هذاك التحريك. كملوا تحركوا فيها حتى تعقد لكم فوق الغاز، تولي عندكم الشغل هذيك لاصوص ولا هذيك لا كريم ثقيله بيان باش نديروها فوق الغاليطه تاعنا. نقول ونعاود انه انا انسانه مانيش محترفه في الطبخ، ولكن نشارك معكم يومياتي، نشارك معكم وصفاتي، نشارك معكم الحاجه البسيطه اللي في حياتي. اما احتراف فانا مانيش محترفه. اوكي، فاول حاجه درتها هي انه درت طبقه تاع الكاليطه، شمختها بالحليب. درت هاي الكلمه ديجا بانت يديها درت طبقه تاع الكريمه، عاود طبقه واحده اخرى تاع الكاليطه، وطبقه فوقها تاع الكريمه، والطبقه الاخيره نديرو كاليطه ونزيدو فوقها لا كريم. هذه هي الطبقه الاخيره تاعها. حاولت اني نقرب لكم باش تشوفوها. لو كانت تبغوا ديروا مول كاري ديروا يوطرو حليب. انا كيما هكا قالت لي لا كونتيتي قستها، تسمى هكا باش يكون عندكم اون ايدي. ديروا يوطرو حليب تجيكم بيرفكت بيرفكت. يوطرو حليب تجيكم مغرف كاكاو، مغرف فرينة، وزوج مغارف ونص تاع الفرينة. بالنسبة للسكر ديروا 4 حتى 5 مغارف نيشان. انا هنا كنت باش ندير الكاناج الفوكاني، كنت ذوبت شوكولا، ما درتش فريمون هنا ميزان، درت شويه شوكولا، زدت عليها شويه تاع الكريم فريش. نتوما هنا تقدروا تزيدوا عادي حليب عادي جدا، ماشي شرط ديروا كريم فريش اللي ما عندكمش، تقدروا ديروا حليب. ودرت مغرف صغيره تاع الدهان. علاش درت مغرف صغيره تاع الدهان؟ باش الكاناج تاعنا يجي لامع. نخلطه ونكمل شغل نكمل طيابه في الغاز. كاينه حاجه فقط نوصيكم عليها، انا هذه من درتها شغل المول من درته كان شغل بزاف بارد باسكو درتها في الكونجيلاتور. مي قصت عليه الكاناج شد لي روحه، فهمتوني؟ ما قال الكناج ليس ورطب وكاع شوله شد لي روحه. تما نتوما ديروا الكاريطه تاعكم ولا المول تاعكم هذاك يبرد. بس اهم حاجه اللي ننصحكم بها انه ما تخلوش بزاف. انا خليتها كيما نقولوا حنايا من 4 حتى ل10 ولا ل11 تاع الليل حتى باش حطيتها. دونك لقيتها شد لي روحه، غير حطيت الكاناش فوقه شغل ما خرجليش ليس كيما نورمالمون يخرج. شوله البنه لا تقاوم، وننصحكم ونعاود ونقول انكم ديروا الفلون تاع الشيكولا، حيجي احسن واحسن واحسن وابن بكتير. والحاجة اللي فريمون تجي بنينة في هاد التحلية هو لي فريز. شوفوا هذاك الكاليطة مع لا كريم جاية حلوة، ولا فريز شغل جاي شوية حامض هكا، يجي واحد الكومبينيشن بنين بزاف. ننصحكم انكم تجربوها وقولوا لي اذا جربتوها وعجبتكم. اللي وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلوا لي تعليقاتكم انتقاداتكم. قلت لكم انا انسانه ماشي محترفه في الطبخ، ولكن فقط نشارك معكم وصفاتي يومياتي وفلوقات تاعي والروتينات كذلك. ما بقي غير نقول لكم
ما تنسوش تخلوا لي لايك للفيديو، ديروا لي جيم للفيديو، اشتركوا في قناتي، وما تنسوش ايضا انكم تفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الى الفيديو القادم ان شاء الله.